جزئيه الزمالك اللي كنت بتتكلم فيها عشان نقفلها ونروح لايه؟ هتكلم بس على لعيب انا بصراحه من ساعه ما شفته مع نادي الزمالك هو السيسي، عمرو السيسي. عمرو السيسي مش نادي الزمالك، مش نادي الزمالك، مش لعيب نادي الزمالك. هل انت شايف ان في لعيبه لا تستحق ان هي تكون موجوده جوه نادي الزمالك؟ عمرو السيسي صعب جدا. في بقى حاله ثانيه دونجا. بص، عشان في ناس بتتكلم على دونجا يمكن هو الوحيد اللي بيحاول. ممكن مش للاسف دايما، ما دي مشكله الاداره ان كانت دايما بتقول لك ابراهيم احسن من طارق حامد. فالناس رايحه على السمع ودي مشكله. فهو قيموا دونجا ان هو احسن من طارق حامد، فمستنيين يشوفوا المردود ده من تامر عبد الحميد دونجا واحسن من امام عاشور. فانت دي مشكله المقارنه، ان انت دايما عشان تداري على مشيان مثلا طارق وعشان تداري على مشيان مثلا امام عاشور فتقوم لا ده احسن منه وتقعد تفخم في اللاعب. فلما يجي بتشوف اللاعب بالامكانيات بتاعته مع ادائه مع نادي الزمالك تلاقي فرق. فعشان كده طبيعي ان مش جماهير نادي الزمالك مش هتتقبله. طيب عدد اللعيبه اللي ممكن ما تكونش من وجهه نظر كابتن ابراهيم قبل ما نروح للكابتن وائل في الجزئيه دي، عدد اللعيبه في نادي الزمالك ممكن ما يكونش بيستحقوا ارتداء حوالي 7 8 لعيبه. 7 8 لعيبه طبعا. الصفقات الجديده الاخيره دي كلها من اول ابراهيم نضاي وسامسون الجبار. ومين تاني؟ سامسون الجبار. سامسون اكيد هو اسمه سامسون الجبار ولا والله كان سامسون الجبار. ده عبد الجبار. هو اسمه سامسون الجبار. ما علينا يعني. فابراهيم نضاي وسامسون ومين تاني؟ بس احنا مش عايزين نظلم ابراهيم نضاي لان هو ما لعبش كتير، ولما لعب خد بالك اول ماتش ثاني ماتش ثالث ماتش كان بيزيد. بس اتصاب. رجع كابتن من الاصابه امتى؟ لا رجع من الاصابه امتى يا كابتن وائل؟ رجع من الاصابه بقاله فتره. ما بيلعبش ليه؟ ما هو ده اللي احنا اتكلمنا عليه. طب ما احنا ده اللي بنتكلم عليه. ما هو ده مش انا اتكلمت عليه قبل كده. تمام. اذا ما فيش قناعه من المدير الفني يا كابتن، دي بتاعته. طيب ما هو خد بالك ابراهيم عارف يكون كويس. بص انا اقول لك على حاجه، لان انا كمدير فني محتاج لعيب مهاري لعيب اجنبي كويس وما لعبوش. بص يا ايمن، انت مدرب، اشتغلت مدرب صح؟ عندك انواع من اللعيبه. يعني ايه انواع من اللعيبه؟ انت عارف ان في واحد ممكن يؤدي الحته دي ما يكونش لعيب كوره زي طارق حامد، لعبه مش جمالي صح؟ انت تستغنى عنه في نص الملعب؟ لا طبعا ما اقدرش استغنى عنه. طيب فرجاني ساسي لعبه ايه؟ جمالي. لعيب كويس قوي طبعا. ما يتحطوش في مقارنه، يعني ما تقولش مين احسن من مين. ممكن يكون ابراهيم نضاي ده ليه دور وكان لسه يتفوق فيه، انت فاهمني؟ ممكن يكون عنده سرعات، ممكن يجيب اهداف، ممكن تحرك، لكن ممكن ما يكونش مهاري صح؟ احنا ما شفناهوش، ما لحقناش نشوف. والله يا كابتن انا معاك على فكره. على الهايلايتس بتاعت الفيديو بتاعته اللي احنا شفناه، لا عنده مهاره وسرعه وعنده تحرك. ما لحقناش نشوفه. ما شفناش. هو بعد ما اتصاب ما لعبش تاني. ممكن يكون عيب مدرب. وانت اقول لك على حاجه، يعني احنا النهارده انا مثلا بمرن فرقه تمام، الفرقه دي معايا كانت قليله، او انا كنت بلاعب 3 لعيبه 4 لعيبه 5 لعيبه وبتاع، فجه كابتن ابراهيم بعديه قعد 3 منهم ولاعب 2 والشكل بقى احسن. مش ممكن يكون عيب مدرب؟ كل واحد وليه رؤيه صح. انت فاهمني؟ لكن مش عايزين نظلم اللعيب الا لما نتاكد منه. يعني انا مع ابراهيم ان هو اللي يقول لك ايه، السيسي حتى الان لا، عمر جابر حتى الان لا، مصطفى شلبي حتى الان لا، انت فاهمني؟ سامسون حتى الان لا. في لعيبه لعبوا اللعب التقليدي، بس في لعيبه رؤيه فنيه يا كابتن وائل. انا حاسس ان هو مظلوم. عشان كده انا بتكلم عليه والله. برافو عليك. ان هو فعلا بيحاول. بس هو انا شايفه هو من اللعيبه الكويسه، بس مظلوم دلوقتي. انا ملاحظ ان كابتن وائل، انا اسف، جمهور نادي الزمالك بيهاجموا كتير على فكره، خد بالك يعني. ظلموا شويه. يعني في ظلم ليه كتير بصراحه. يعني ما هو برضه العوامل اللي بتنجح، يعني مثلا لما يبقى مثلا جنب طارق حامد، يعني مثلا العب جنب طارق حامد لا هنجح. معظم اللعيبه اللي لعبت جنب يعني في لعيب جنبك كويس، يعني مثلا كنت بلعب جنب كابتن وائل فبنظهر، لما بلعب جنب حسام غالي فكنا بنظهر. ما هو اللعيب اللي جنبك هو اللي هيساعدك وهو اللي هيلمعك، مش هلعب لوحدي. دي حقيقه. خد بالك. والحاله وحتى لو حد تيم وحشه، اللعيب اللي جنبك لو كويس انت هتظهر كويس. فاهم قصدك. دي حقيقه. في بقى اخر حاجه قبل ما نروح، طبعا انا اسف على زيزو. زيزو الجزيري، سيف الدين الجزيري بقى له فتره كبيره هو ما جاش من كاس العالم. حقيقي بعيد جدا لحد دلوقتي. لا بعيد، مستسلم جدا، رغم انه السنه اللي فاتت كان كويس. مستسلم جدا للمدافعين، مستسلم لاي مدافع يتلعب عليه بصراحه. زيزو يعني زيزو ابتدت طريقه اللعب بتاعته تبقى خلاص محفوظه.
يعني زيزو بقى يمسك الكوره يمشي بيها ويقوم قاطع لجوه باصي ليه ما يعمل الاوفر. طب ما انا عايز اقول لك على حاجه برضه يا كابتن ابراهيم، ما اعرفش كابتن وائل يتفق معايا فيها ولا لا، ان في لعيبه بيبقى طريقه لعبهم محفوظه ومع ذلك بيتفوقوا على المدافعين اللي قدامهم. يعني ابرزهم مثلا محمد صلاح انا معاك بس لا ما انا بطرح السؤال مع احترامي، لا بيتطور يعني واحد ضد واحد بيخش صلاح زمان ما كانش يعرف يعدي واحد ضد واحد، دلوقتي لا. انا في الفتره الاخيره زيزو بقى النمط بتاع طريقه لعبه موحده. موحده لازم ينوع يعني. هو ده اللي بتكلم فيه، مش بقلل منه على فكره. زيزو من اللعيبه كويسه قوي طبعا بس طريقه اللعب بتاعته وطريقه الاداء بتاعته بقت يعني خلاص بقت محفوظه. متفق يا كابتن وائل؟ لا. طب لان خد بالك زيزو في اي وقت بيلاقي تعاون من اللعيبه بيظهر بشكل كويس. لما بيخش 18 مع عدد مع كثافه عدديه، وانا اتكلمت في الحته دي قبل كده، بتلاقي زيزو يشتغل كويس لما بيحاول. انت فاهمني؟ لكن ايه المشكله دلوقتي في زيزو؟ ان ما بيلاقيش تعاون من اللعيبه يا ابراهيم، ما حدش بيجي. انا ما قلتش وحش، لا ما انا مش قلت وحش، لا ده انا بتكلم ليه؟ لا انا عارف ان انت قلت زيزو لعيب كويس والطريقه، بس خد بالك انت النهارده لما تروح لوحدك غير لما تروح مع عدد. تمام؟ لما تروح لوحدك لازم هتقعد تعمل كده وبعدين هتقف، هي دي طريقته صح؟ طيب قبل كده لما كان في تعاون بيعمل كده وبعدين يلعب، يلاقي اللي يديله الكوره. انت النهارده حتى انت اتكلمت على اداء نادي الزمالك انه ده اداء ما يكسبش، اداء باهت. ليه؟ ما عندوش كثافه الهجوميه. انت حسيت عنده شراسه هجوميه؟ ليه؟ ما عندوش العدد اللي يخش بيه جوه ال 18 او يهاجم بيه. انت فاهمني؟ ما عندوش البدني، ما عندوش تقارب الخطوط، فده خد بالك بيظلم لعيبه. زي ما قلنا على دونجا نفس القصه هنقول على زيزو. احنا لما بنتكلم على لعيب بنتكلم على لعيب كفردي بامكانياته بلعبه. تمام؟ بنبص بقى على الحاله، هل هو الناس مساعداه ولا مش مساعداه؟ مش مساعدين. يبقى هو لازم نديله بس الفرصه ان هو ايه، نعرف يعني الناس لما تساعده بس. فاهم؟ تمام. طيب ده بخصوص نادي الزمالك.